جرحى حزب الله تبع البيجر راحوا لحتى يتعالجوا بمستشفيات المسيحيين في لبنان. شو عملوا مقابل هذا الاستقبال؟ راحوا شالوا الصليب من على الحيط وكبوه بالزبالة، شالوا صور مريم العذراء وكبوه بالزبالة. شو بيفرقوا هدول اليوم عن الدواعش؟ تتذكروا الدواعش لما فاتوا على متحف الموصل وكسروا التماثيل؟ تتذكروا؟ شو بيفرقوا هدول عن الدواعش؟ ليش عم بتقولي عن حزب الله ارهابي؟ لانه لا يختلف اي اختلاف عن داعش ولا 1%. حزب الله مثل داعش؟ يا محلى داعش، شو الفرق بينه وبين داعش؟ هو تنظيم مسلح خارج الدولة. إذا حضرتك يا حزب الله منك داعشي ومنك إرهابي، تطلع بتعلن الحرب ومقاومتك من قلب البرلمان اللبناني، وبتطلع بتاخذ القرار الحرب والسلم من قلب البرلمان اللبناني، ومش بيطلع صيدك بيقول لي إنه قرار حربنا وقرار سلمنا بيد الولي الفقيه. اوعكم تفكروا انه هالكلام من عندي، خليني اقرا لكم هي التغريدة لاحد الاخوة اللبنانيين مع تحفظي على ذكر الاسم. تريدوننا أن نتضامن معكم ونشعر بألمكم ومصائبكم، وأن لم نتضامن أصبحنا غير إنسانيين. كيف لنا أن نتضامن مع شعب يدخل المستشفيات ويزيل الصلبان وصور مريم العذراء ويرميها في سلل النفايات؟ مقدساتنا أهم من كل شيء، وإن لم يعجبكم صليب المخلص فسأطمئنكم بأن صليبنا سيبقى مغروز بأرضنا وعلى قمم جبال لبنان أرض القديسيين.